خلنا نضبط الامور عشان ما يقرا الوجه عندي اليوم الدكتور كذا، اتحداك اليوم ما يطلع ايش عندي ايش وراي. اهلا وسهلا فيك دكتور. اهلا وسهلا. كيفك؟ الله يخليك. اليوم اعزائي المشاهدين فقرة اسبوعيه مع الدكتور مبارك الاشقر المتخصص في علم الفراسه وايضا محاضر في الجامعه الامريكيه، وطبعا نحاول في كل اسبوع انه نتكلم عن اكثر من شخصيه يعني على المستوى السياسي الكروي الفني الى اخره. طبعا قبل لا نبدا في المشاهدين يقول لك انه احيانا انت تكرر التحليل او انت ما تقسو على في التحليل، دائما تعطي الايجابيات، فمطالبين انه بس لو ترمي مثلا اي شيء سلبي على اساس يعني برضو نشوف الوجه الثاني من الشخصيه، واعتقد كل الشخصيات نتكلم عنها يعني تتقبل وجهات النظر. نبدا اليوم، راح اسمع ردك في الاخير، بس خلينا نبدا بالشخصيات. نبدا بالرئيس اليمني علي عبد الله صالح. يعني الجنوب التنمية فيه أضعاف ما هي في الشمال. لماذا؟ لأن احنا ركزنا على التنمية محاكمة للنظام الشمولي الماركسي الذي حكم الجنوب 25 سنة لن يحقق فيه إلا السجن والسحب والصراعات والتشريد. فاحنا بدل كان رد دولة الوحدة أنه عجلوا بالتنمية. الآن التنمية على قدم وساق المحافظات الجنوبية أفضل من المحافظات الشمالية. بالعكس، هذه الغيرة هذه الدوشة من العناصر عبر المواقع الإلكترونية وعبر الصحافة هو نتيجة للإنجاز الهائل في مجالات التنمية وفي المجالات الخدمية، في مجالات الصناعية، في مجالات التربية، في المجال التعليم الجامعي. هذه كلها هو رد فعل على هذا الإنجاز الذي هم فشلوا أن يحققوه أثناء ما كانوا يحكمون. فخامة الرئيس بالنسبة لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح، طبعا هو عموما بالنسبة للسادة المشاهدين أنا دائما بعطي بعض من الملامح الوجه ثم الحركة، لأنه الملامح زائد الحركة بتعطيني شخصية الإنسان. الشخصية تختلف من شخص إلى آخر بالنسبة للأنف والعين وإلى آخره، ثم الحركة. أنت شفت فخامة الرئيس علي عبد الله صالح، يسمحني دائما استعمل الإيد، متحرك كثير. لو انت بتشوفه مثلا اثناء بعض من الخطابات بيتحرك كثير، ملول جدا. ولذا انا من خلال الدقن والعين والانف والاذن والجمله. بالنسبه لعلي عبد الله صالح كثير الحركه وسريع وعنده ملل. طبعا يعني مفاوض جيد، يبتسم للدهاء داهيه والمراوغه، صلب، يواجه مشاكل بشجاعة، مشاكله كلها بشجاعة، متقلب، يعني لطيف لكن بقساوة، مش يعني من خلال العيون الصغيرة. يعني يحب نفسه كثير، يحب الكلام ويرفو، يعني دائما يحب يتكلم أكثر من إيش يسمع. فهذا الشخص اللي يدعي عيونه صغيرة متكلم كثير، هو يحاول يجبد الناس بالكلام. يعني تشوفه لو انت تعمل يعني من خلال بعض انا حلقات انا شفته خطابات وكذا يتكلم كثير طبعا. طبعا يتكلم كثير، زائد الحديث ويحب الحوار مع الاخرين وتدخل في شؤونهم، ولكن في نفس الوقت عنده طيبة القلب يساعد الفقراء. وهذا عنده الكاريزما، يؤثر في الشعب اليمني عندما يتحدث، يأثر. عنده طريقة الحركة ماله يجلب الانتباه إليه من خلال الحركات. أنت لو تشوف في عدة مثلا خطابات أو في بعض بيتحرك كثير، ملول جدا شايف، ولكن قاسي وقائد. مش بالسهل جدا أنه ممكن أي إنسان ومحاور جيد وله دهاء خاص، خاصة العيون الصغيرة شايف دائما بيكونوا إيش عسكريين، أغلبيتهم عسكريين، وأغلبيتهم يعني بيكونوا عندهم حنكة في الحديث أو في الحوارات، وصعب جدا أنه يتغلب عليه أي إنسان في حوار. نعم. صعب جدا جدا. نعم. من خلال طبعا اللقاءات اللي شفتها من خلال الخطابات سواء كان في مجلس الشعب أو في اثناء السلطه، يعني ومن خلال خطاب مجلس النواب اللي عندهم في اليمن. الجبين ماله، انت شوف الجبين ماهوش عريض وصغير، ما بين الجبين والانف ما فيش مساحه كبيره جدا، وهذول اذكياء جدا وذكاء فطري. ذكاء فطري، فغير ممثل
فهو يتكلم بكل بساطة بكل براءة. أنا أحد الأيام طلبوا مني من هو يلتزم بالبروتوكول في الرؤساء الدول العربية بصفة عامة يتقيد بالبروتوكول، فقلت لهم اللي لا يتقيد فهو فخامة الرئيس علي عبد الله صالح ما يتقيدش بروتوكولات، فتلقائي جدا. شايف بعض من رؤساء الدول مع احترامي ليهم استسمحهم يتقيدوا بالبروتوكول، ومن هو أكثر إنسان يتقيد بالبروتوكول هو السلطان قابوس. فهو الوحيد يتقيد بالبروتوكول سواء في المشية وفي الخطوة وفي كل الحركة كمان. اللي لم يتقيد وتلقائي وطبيعي فهو فخامة الرئيس علي عبد الله صالح. نعم نعم. السلطان قابوس بحكم الحياة البريطانية والتجربة. الحياة البريطانية لا وتختلف شكليا. نعم. حتى مساماته حتى وجهه نعم. كذا ان شاء الله في احد الحلقات نعم. حنعطوا تعريف عنه ان شاء نعم. الله. نعم نعم. واتمنى له الشفاء العاجل وسمعت به يعني. نعم. اتمنى له الشفاء ان شاء الله. اتمنى له الشفاء وكل التمنيات ايضا بالتوفيق للرئيس علي عبد الله